قال من دوره حوض النيل يا كابتن. هو انا يمكن قلت لك قبل كده يا استاذ عبد الناصر ان الكابتن حسن بيشوف مجموعه من اللعيبه، اذا حدث دروب في بعض اللعيبه في الفتره اللي جايه من اللعيبه الاساسيين اللي احنا عارفينهم، مين البديل؟ كان الاول احنا ما عندناش ثقه في بعض اللعيبه، مش متعودين ان في واحد ياخد مكان متعب او عمرو زكي او محمد زيدان. دلوقتي بقى عندنا ثقه في بعض اللعيبه. دي اهم فايده. الفايده الثانيه انه لعيب زي شيكابالا ابتدى يدخل المنتخب. كان الفتره اللي فاتت سيد حمدي، انا بتكلم على شيكابالا بالتحديد لان كان في لغط كبير جدا جدا، ابتدى يتفاعل، شفناه وشفنا علاقته باللعيبه، ودي كانت حاجه مهمه جدا جدا. ما زال في بعض اللعيبه، واحد زي احمد سمير فرج النهارده بيحجز مكان اساسي في عدم وجود مثلا واحد زي سيد معوض او ابتعاد محمد عبد الشافي عن مستواه. احمد سمير فرج عنصر جيد جدا في ناحيه الشمال. ابراهيم صلاح دخل، عمرو السوليه دخل، واحد زي احمد بلال، وانا جاي دلوقتي احمد بلال جاب جول التعادل لسموحه في بالظبط في المباراه اللي بيلعبوها. يعني اعاده اكتشاف احمد بلال، وجود سيد حمدي، وجود احمد علي. انا قصدي عشان ما ننساش حد، حسام غالي بقى يلعب في الليبرو في النادي الاهلي، عمرو السوليه، احمد علي، مجموعه، حسني عبد ربه وعودته. فانا قصدي ان احنا استفدنا لينا احنا. وبعدين الكابتن حسن لعب هذه الدوره بطريقه 4 مدافعين، مش عايز اقول 4-4-2 عشان هم المهم ان الاربعه اللي ورا قد يحتاج لهذه الطريقه في جزء من المباريات المهمه. يعني انت هتلاعب جنوب افريقيا، لا يعني الموضوع عايز تكسب بس، فممكن في وقت من الاوقات تتنازل عن لعيب مهاجم وعن لعيب مدافع وتزود المهاجمين. فهو جرب في البطوله دي ازاي يقدر يلعب بدون ليبرو، برضو من ضمن الحاجات الفنيه اللي استفادها. افتكر ان اكتر واحد هو استفاد المدير الفني والجهاز الفني، واحنا اقتنعنا بغض النظر عن قوه المنافسين او ضعفهم. ونتمنى فعلا عوده اللعيبه المصابين اللي هم مش جاهزين مع المجموعه اللي موجوده دي في الدوري اللي ابتدى النهارده، ونتمنى ان شاء الله